السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكر حبايبي اللي بيكتبوا لي في الكومنتات، يعني اللي بيكبروا بخاطري، ربنا يكبر بخاطرهم يا رب زي ما بيكبروا بخاطري كده. وخش بقى على التقيل، على الأكلة الجميلة التحفة. في ناس كتير على فكرة مش بتحبها، بس انتوا لو جربتوها بنفس الطريقة اللي انا عملتها دلوقتي بيها، صدقوني صدقوني بص هتعشقيها. وولادك لو مش بيحبوها زي ولادي هيحبوها. انا ولادي ما عرفوهاش هي ايه بصراحة ربنا، وكلوا وشبعوا منها وقالوا الله بيعملها لنا تاني، من حلاوتها ومن جمالها ومن طعمتها. شايفين بقى الجمال والحلاوة والطعمة؟ شايفين بقى عاملة ازاي؟ شايفين الطبق؟ شايفين بقى صينية البطاطس؟ هقول لكم دلوقتي انا عملت صينية البطاطس دي بايه. بحاجة في ناس بتحبها وفي ناس مش بتحبها، بس بصراحة ربنا لو عملتوها بالطريقة ديت ولادك هيحبوها، واللي مش بيحبها هيحبها. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي ايه، توكلنا على الله. معلش الحتة دي اتقطعت معايا. دلوقتي انا جبت حله حطيتها على النار سخنت كويس، ورحت نازله باللحمه فيها. دي لحمه راس، رحت نازله بلحمه الراس ايه في الحله، ورحت مخرطه بصلايه مقطعاها كده طرنشات ورحت نازله عليها بيها، وطماطميه صغننه خالص، ورحت نازله ايه على اللحمه، ورحت سايباها تتشوح زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتشوحت زي ما انتوا شايفين كده بالجمال ده، نزلت بنص كوبايه ميه. معلش المقطع ده ما جاش معايا. نزلت بنص كوبايه ميه عليها، وبعد كده هديت عليها النار وسبتها مع نفسها لحد ما استوت زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى اخش على ايه، على البطاطس. صينيه البطاطس اعملوها بنفس الطريقه دي، والله والله هتبقى تحفه. تغيير بصراحه ربنا، تغيير عن اي صينيه بطاطس. دلوقتي انا جبت بصلايه قطعتها طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت يا دوبك يعني يعتبر معلقه زيت صغيره، ونزلت بالبصل اديتها تشويحه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ايه، كنت مقشره البطاطس رحت نازله بالبطاطس زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجه معاكم على الطبيعه. معلش للمقطع اللي اتمسح مني ده، معلش ما تصورش معايا. دلوقتي انا نزلت بالبطاطس وديتها تقليبه محترمه مع البصله، اتشوحوا مع بعض وشربوا من بعض. ورحت نازله بشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون. فلفل اسود ملح كمون، ورحت مقلبه زي ما انتوا شايفين كده. واللحمه وانا بشوحها نزلت عليها بعد ما دخلت على سوا، رحت نازله بشويه فلفل اسود وشويه ملح وانا بشوحها في الحله. دلوقتي ده ايه، حوالي 4 فصوص من التوم. 4 فصوص من التوم قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. ورحت جايبه قرن فلفل، بصراحه ربنا لقيته حامي لان انا عندي اللي ما بحبش الحامي، قطعت نصه وسبت نصه. وتروحي مقلبه زي ما انا كده بقلب. اهم حاجه ان انت تقلبيها كويس، تديها التشويحه دي وتقلبيها كويس. ودلوقتي جبت جزء من اللحمه، ده جزء من اللحمه مش اللحمه كلها، جزء من اللحمه اللي انا مشوحاها ومستويه نص سوا. ورحت نازله بيها ايه، هي كانت مستويه نص سوا، يعني قولي ايوه كانت مستويه نص سوا، بس كانت تتاكل يعني. ورحت نازله بيها ايه في صينيه البطاطس، قلت اديها تشويحه ايه كله يشرب من بعضه بقى، بصل وتوم وفلفل وبطاطس واللحمه كله يتشرب من بعضه، عشان البطاطس تتشرب من الصوص بتاع الايه اللحمه زي ما انتم شايفين كده. ورحت جايبه الطماطم اديتها ضربه بسيطه كده في الخلاط، ورحت ايه مفضياها في الحله اللي كان فيها اللحمه، في الحله اللي كان فيها اللحمه زي ما انتم شايفين كده. ورحت ايه عاملاها بيها بالمعلقه كده، ورحت نازله على صينيه البطاطس وهي على النار. شايفين بقى الجمال والحلاوه. ورحت جايبه شويه ميه، حوالي كوبايه ميه، يعني حسب الكميه اللي انت هتعملها برضو. ورحت نازله عليها مغطيها وسايبها. ده الرز المعمر بقى، خش على التقيل. ده الرز المعمر، عرفتوا بقى بتعبريه ازاي لحد اول عقله صباع. ودلوقتي دي بقيه اللحمه زي ما انتم شايفين كده اللي انا ايه مشوحاها معاكم ونص سوا. جبت حته لحمه هنا وحتتين هنا. رز معمر بلحمه الراس، تحفه 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 ما اقولكمش، كان طعمها تحفه.
كان طعمها تحفة. دلوقتي نزلت بالرز شوية هنا وشوية هنا، وده كيلو من اللبن، نزلت عليه بمعلقتين من الملح وتقلبي كويس. بس لازم يا جماعة الرز المعمر مع اللبن لازم تحط شوية مية. الاول نزلت باللبن زي ما انتوا شايفين كده، وهكمل مية. ولازم بيبقى يعني القعد بتاعه بيبقى ايه، لازم بيبقى مليان شوية عن الرز العادي اهو زي ما انتوا شايفين كده. وادي صينية البطاطس على النار. شايفين بقى الرز المعمر وجماله. دلوقتي انا بنخسه بالمعلقة عشان اسقيه الزبدة. شايفين جماله وحلاوته بقى؟ ايه رأيكم؟ ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتدعي لي دعوة حلوة في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما انتوا جابرين بخاطري. الاكلة دي والله والله ما بكدب عليكم، وقسما بالله بحق الايام المفترجة كانت تحفة. والله والله تحفة ما اقولكمش. والله اول مرة اعملها واول مرة اجرب حاجة زي كده، والله العظيم عملتها من دماغي. دلوقتي انا برجع الرز تاني عشان يتشرب السمنه. وادي صينيه البطاطس هحطها تاخد ايه وش في الفرن. هحطها تاخد وش في الفرن وكل حاجه مستويه. ادي صينيه البطاطس بقى بلحمه الراس التحفه الجميله. شايفين جمالها بقى وحلاوتها؟ على فكره ده الكاميرا كمان ظلمها. شايفين الحلاوه؟ وهتشوفوا بقى الرز المعمر دلوقتي باللحمه. بصوا ما اقولكمش، اللحمه في منتهى الجمال والرز في منتهى الجمال، واكله بص ما اقولكمش زي ما انت شفتوا في اول الفيديو كده. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شايفين اللحمه زبده ازاي؟ زبده ولا عملت اي حاجه في الرز. شايفين الرز الحبه بحبتها ازاي؟ شايفين بقى الجمال والحلاوه دي؟ دلوقتي خش على صينيه البطاطس. خش دلوقتي على صينيه البطاطس بقى وشوفوا جمالها وحلاوتها. حته صينيه بطاطس بلحمه الراس ما اقولكمش جميله، كانت في منتهى الجمال والله العظيم. شايفين بقى اللحمه دايبه ازاي؟ دايبه دوب. لحمه راس بس بصراحه ربنا حمرا، انا ما عرفوهاش من اللحمه التانية. وانا بقول لكم بس التشويحه دي لازم تديها تشويحه محترمه بنص كوبايه ميه كده وتسيبها على النار. بص هتبقى زبده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.